عمرك طلعت من مكان ضلمة للشمس فجأة ولقيت نفسك بتعطس من غير أي سبب؟ إيه ده، أنت بتعمل إيه؟ استنى. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم رشفة علم. الموضوع ده مش صدفة ولا بيحصل بسبب حساسية من الشمس زي ما ناس كتير فاكرة، دي ظاهرة طبية غريبة جدا بتحصل ل 30% بس من البشر. العلماء من كتر استغرابهم بالظاهرة دي سموها متلازمة أتشو أو أتشو سندروم. أيوة زي اللي جت في دماغي دي بالظبط، ما تهزرش معايا تاني. طب ايه اللي يخلي النور يخليك تعطس؟ المفروض العطس بيجي من حاجه بتضايق مناخيرك. السبب الحقيقي هو ان بيحصل قفله او تشابك عصبي جوه مخك. العصب البصري او الاوبتيك نيرف ده اللي بيحس بالضوء القوي ماشي قريب جدا جنب العصب الخامس او التراجيمينال نيرف. العصب الخامس ده هو المسؤول عن الاحساس في وشك ومسؤول عن انه يخليك تعطس. فلما عينك تتعرض لضوء ساطع فجاه العصب البصري بيبعت اشاره قويه جدا للمخ، والاشاره دي تقوم مكهربه العصب اللي جنبه بالغلط، فمخك يترجم النور ده على انه حكة في مناخيرك ويخليك تعطس. يعني العطسة دي مجرد ماس كهربي بيحصل في اعصابك. وببساطة دي كانت تاسع رشفة في برنامجكم رشفة علم. تابعوني عشان تعرفوا معلومات اغرب وامتع عن جسم الانسان.